يلا يا ست البنات، الكرشة بس المرة دي مش العمايل، لا ده تنظيفها. شايفين شكلها ايه؟ طبعا انا ما حبيتش وانا بعملها بالطماطم اني انا اوريكم الجزء ده. فتعالوا بقى كده شوفي يا بقى ست البنات، لو مش عارفة تنضفي الكرشة احنا بنعمل ايه. مبدئيا الكرشة تجيبيها من عند الراجل لازم تغسليها على طول وتنضفيها. لو اتشالت في التلاجة وسبتيها بتنشف وما بيطلعش منها بسهولة. انا هنا منضفاها والله، ولا بمية سخنة ولا بمية بكربونات ولا اي حاجة. انا جبتها حطيتها زي ما انتوا شايفين كده على الرخامة، وحكيت بالسكينة نزلت كل اللي فيها زي ما انتوا شفتوا كده، وبقت بيضة زي الفل. بنقعها في مية بليمون وحبة ملح، عندك خل حطي. حتى لو هتشيليها مش هتعمليها في نفس اليوم، هتبقي شايلاها نظيفة. الكرش يا بنات ما تتشالش ابدا ابدا بالمنظر الاولاني، لا لازم تنضفيها كويس جدا وتنقعيها في ميه بليمون وملح، وبعد كده شيليها. حابه تعمليها تمام كده بقت زي الفل قدام منكم. مش هقولك انها ما خدتش وقت، لا هي اخدت وقت، بس علشان لازم توصليها للنتيجة دي معلش بتتعبي شوية، بس في الاخر بتاكلي حتة كرشة نضيفة حلوة قوي، وعمايل ايديكي بقى وعمايل بيتي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، واشوفكم على خير.